بعد عملية الإنزال الجوي التي صارت في منطقة الطبقة، تم الاستيلاء على مستودع للدواعش الإرهابيين في إحدى الغرف. هذا المستودع يحتوي على صناديق للذخيرة، صناديق قاعدات دوشكا، وهناك معمل للهاون، قذائف الهاون جاهزة، وهناك ألغام جاهزة. هذه ألغام مخصصة لا يستعملها سوى الإرهابيون، محرمة دوليا. يعتقد بأنها مواد كيميائية داخل هذه الألغام. يوجد في الطرف الآخر أيضا مستودع. أيضا الاستيلاء على بعض رؤوس الألغام المخصصة للعربات الثقيلة والعربات. هذه لا توجد في أي مكان، توجد هناك من البارود والتنين. تفخيخ المناطق وأعمال إرهابية. هذا المستودع أيضا يحتوي على مستودع تفخيخ يسمى، يستعملونها لتفخيخ الطرق المدنية، وتم الاستيلاء عليها أمثال هكذا، يستعملونها جميعها إرهابيات. كما قلنا لكم جميع المواد التي استخدمت هناك مواد كيميائية وخطرة للغاية. تم تفكيك هذه السيارة، هي العربة المفخخة، كانوا يستعملونها وكأنها مدنية، يحملون فيها تبن للأغنام، يضعون فوق أغراض مدنية لكي لا يعرفها تمويه. تم تفكيك هذه العربة أيضا. كهذه الصواريخ، هذه الصواريخ تم استيلاء عليها، عدد كبير منها يوجد فيها بالمستودع أيضا. تم الاستيلاء عليها أعداد كبيرة، يوجد منها على نوعين. هذه أيضا نفس الصاروخ، ولكن هذا هو الصاروخ. تم الاستيلاء عليه من الدوام. هناك ذخيرة مضاد 23 دوشكا. هنا ألغام، يستعملون أدوات منزلية للخراب والدمار المدنيين. ويوجد هناك قنابل تم استيلاء عليهم، قنابل من تركيا. رفاق حملون قنابل تركيا. وها هي العملية التي صارت في منطقة الطبقة الإنزالية. بس